السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي اخواتي بحبكم في الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احنا عندنا قشر موز بنغسله كويس قبل ما نقشره، وبعد من كده لو عندك موزة سليمة ممكن تستخدميها في الوصفة، ما فيش منها اي ضرر خالص، يبقى كام قشرية. ولو عندك لسه موزة سليمة، لكن انا العيال بقى كانوا قاعدين وسهرانين وقرقروا كل الموز كله زي ما انتم شايفين، فخدت كام قشرية منه كده وقلت بقى نعمل الوصفة بتاعتنا، لان الزيت قرب يخلص. لان انا كنت عاملاه قبل من كده، بس الدور ده هنزود عليه مكونات حلوة جدا جدا. استنيني وهقولك على الحاجات الجميلة والوصفة دي وفوائدها وجمالها اثناء ما احنا حطيناها على البوتاجاز، علشان بس اشرح لك ازاي هتعمليها. بتيجي كده وتجيبي شفشق الخلاط وتحطي كده القشر اللي عندك او الموزة سليمة قطعها حتت وحطيها برضك معاها، لان فوائد الموز عديدة جدا جدا. كفاية ان انا اقولك فوائده ب6، فيتامينات ب6 وب12 موجودة في قشر الموز ده، تمام. ده غير المغنيسيوم والحاجات الجميلة اللي هقولكوا عليها. طبعا بنقطعه حتت كده زي ما احنا شايفين، وبنجيب زيت زيتون. زيت زيتون، الناس اللي بيقولوا زيت تموين بلاش زيت تموين، عندنا زيت الزيتون. هناخد منه كده قيمة كوباية كوبايتين، شوفي انت عاوزة تعملي الكمية اللي تناسبك والشيء اللي يخصك بقى، يعني المقدار ده ليكي انت، يعني 4 قشور موز، 5 6 مثلا على كوبايتين زيت، الشيء ده ليكي انت، تمام. لو كنت وصلت لحد كده بالله عليكي بالله عليكي عشان تشجيعك ليا ان انا استمر واقدم لك فيديوهات جميلة زي الفيديو الجميل ده، وتخيلي والله انت اللي هتدعي لي، لان في كمية فوايد اقسم بالله تخلي شعرك تحوله من لإلى. بناخد بقى كوبايتين الزيت ونضربه ضربة في الخلاط. طبعا ما جبتش بقى والخلاط بيشتغل، احنا فهمنا هنعمل ايه. هناخده بقى في كسرولة، في صينية صغننة زي ما انا عملت كده، وهناخده بقى هتحسوا ان هو زي المية. هو زي المية فعلا. ده ايه بقى؟ ده بذر الكتان. بذر الكتان ده احنا عارفين فوائده برضك وهنتكلم عليها، علشان بس ان انا ما افصلكوش من الفيديو. احنا هنجيب بذر كتان نطحنه، او هتحطيه سليم اللي يريحك، بس يا ريت تطحنيه. انا طبعا ما كانوا حبة صغيرين قوي عشان يطحنوا، مش هيبقوا مضروبين حلو، او مش هيبقوا بقى يعني واصلين لسكينة الكبة، تمام، لان شويه صغيرين خالص. فانا طبعا اهو زي ما انتم شايفين، حطيت قيمه معلقه كبيره، بس يعني طبعا كانت المعلقه ناقصه فرجعت زودتها تاني. هنحط كده من بذر الكتان معلقه كبيره على الوصفه الجميله دي، وهنقول على كل مكون وفايده كل مكون. انت في الاول بتبقى البوتاجاز عالي شويه، بس انا عاملاه على العين الصغيره. انت بتسيبيه في الاول عالي لغايه ما يغلي، وتبداي تهدي عليه وايدك فيه، ايدك فيه تقلبي، بس بالله عليك حذاري حذاري لا تنطري على نفسك زيت، تمام، لانه بيبقى سخن. احنا بقى هنتكلم واحنا مع بعض. شوفوا بعد ما غلى شويه انا هديت النار، وزي ما انتم شايفين اديني كنت بهدي النار زي ما انتم شايفين، وافضل اقلب فيه ونتكلم مع بعض ونقول بقى نبصوا حته حته معايا كده، حته حته. قشر الموز ده ايه فوائده وبو ايه وبيعمل ايه وليه اخترنا قشر الموز؟ هقول لكم واحده واحده معايا كده واسمعوني كويس. وهنقول قشر الموز ده بيحتوي على مغنيسيوم، تمام، وبيحتوي على فيتامينات عالية جدا جدا اللي هو B12 وB6. وايه كمان بيعملوا ايه المغنيسيوم والفيتامينات دي؟ بيقووا البصيلة، بيساعدوا على المواد دي اصلا بتساعد البصيلة انها تقوى وتتغذى وتبقى قوية جدا جدا جدا. يبقى هنا في الساعة دي يبقى هيقضي على التساقط، كل اللي بيشكي تساقط يبقى هيقضي على التساقط. ادى فايدة من الفوائد. ايه تاني؟ في بقى كربوهيدرات. الكربوهيدرات ديت بتساعد او بتحتوي على، موجودة في قشر الموز، بتحتوي ان هي تخلي الخلايا تتجدد، بتعمل عنها تجدد الخلايا. طبعا نقف للحتة دي، انا قشر السفندي كان عندي سفندية كده بسيطة، قلت احط القشر بتاعها، منه ينزل فيتامين سي، ومنه في نفس الوقت يعني يبقى ضربنا كده 3 عصافير. وهنتكلم اهوت وبنقول ونعيد تاني. انا حطيت قشر السفندي، اللي حابب يحطه يحطه واللي مش حابب تمام، بس انا لما حطيته عشان فايدة فيتامين سي، لانه غني بفيتامين سي، يبقى عندنا فيتامين سي وفيتامين B12 وفيتامين B6، يبقى كده المعادلات كلها متواجدة. وعندنا بذر الكتان هنتكلم عليه.
نفصص كده الاول. قشر الموز وفوائد، قلنا بيوجد فيه كربوهيدرات اللي بتساعد على تجديد خلايا الشعر وبتنميه وبتكثفه. لو الشعرايه ضعيفه ومفيش فيه فراغات بتكثف الشعر وبتقلل التساقط. يبقى الدنيا عظمه على عظمه، عظمه على عظمه يا ست. قولي يا ست كمان، قولي الفوائد ايه كمان وكمان. قشر الموز ده كله فوائد، يعني مغنيسيوم وفيتامينات وبيقوي البصيلة وبيمنع التساقط وكربوهيدرات وحاجات جميلة زي اللي بنسمعها. يبقى ليه ما نعملوش؟ وده قشر احنا بنرميه، استغليه. وانتي بنفسك لما تستعملي الزيت هتقولولي على جمال الوصفة. تمام تمام. نيجي بقى بذر الكتان. بذر الكتان ده بيعالج الشعر، بيعالج التساقط، بيعمل لمعان للشعر. بيعتبر المادة الجيلاتينية اللي بتخرج من بذر الكتان ده كولاجين طبيعي. كولاجين طبيعي. انا في الحتة دي كنت بقول لكم بيفضل نقلبه ونهدي كده وبنقلب باستمرار لغاية ما القشراية تحسوا انها نشفت. القشراية بتحس انها بتخرفش بقى. تمام. لسه طريه. لما كنت بقول لكم بايدي كده ولميتها لسه طريه. لا، اما تيجي بقى خلاص واستوى والدنيا تمام، بتحسي ان القشرية الموز دي لو عملت بالمعلقه عليها بتحسي انها بتخرفش. تمام. لان بينزل كل فوائده في الحاله دي. طبعا الرغوه اللي احنا شايفينها دي اللي هي جل البذر الكتان. جل بذر الكتان هو اللي عامل الرغوه دي. ما تقلقيش، بس انت هدي هدي. انا بس بوريكي ان بذر الكتان بيعمل ايه، او الجيلاتينيه، الماده الجيلاتينيه بتاعته اهي موجوده. ورجعت هديت تاني زي ما احنا شايفين، وبدات فعلا الوصفه تنشف اهيت. كانت بتقرقش زي ما بيقولوا بتقرقش. فاحنا عندنا فوائد كتيره موجوده في بذر الكتان زي ما احنا قلنا. بيقوي الشعر وبالاحماض اللي موجوده فيه بتقوي الشعر، لان في احماض دهنيه اساسيه بتحتاجها الشعرايه. فبيمد الشعر بالصحه والتألق والجمال. لان بصوا موجود فيه كولاجين. احنا بقى هناخد الزيت بعد ما لقينا القشرايه بتبقى نشفت او اتحولت من طريه لناشفه. في الساعه دي بنطفي عليه البوتاجاز ونسيبه لغايه ما يستهدى خالص. اوعي 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 تمسكيه وهو سخن، ارجوكي ارجوكي، عشان ما تاذيش نفسك. سيبيه لما يستهدى خالص، واثناء برضك هو على البوتاجاز وانت بتقلبيه حذاري حذاري اي نقطه تتنطر عليكي. تمام. وبعيده اي اطفال. وما يبرد خالص صفيه، صفيه بمصفى. انا على فكره المنديل ده لقيته حاجزه كده وهينزل نقطه نقطه. انا رجعت فرغته تاني وحطيت مصفى على القمع ورجعت صفيته. وزي ما انتوا شايفين استخلصنا الزيت الجميل ده. كل نطرة في الزيت ده لها فايدة جامدة جامدة جامدة. اوعي تبخلي على نفسك. وقشر انت بترميه وفي كل الفوائد لشعرك. فيلا قومي اشتري كيلو موز واعملي اللي انت نفسك فيه. ويا رب كده اللي ما يحط لي اللايك يا رب يزور الحبيب النبي، واللي يحط لي اللايك يزور الحبيب النبي. يلا شجعوني وعليكم بحط اللايك. وانا ان شاء الله استنوا مني احلى الفيديوهات ان شاء الله. وانت جربي الزيت ده وقولي لي في التعليقات. لو ما فاتش شعرك قولي لي انت كدابه يا مدام هدى. بالله عليكم تحطوا لي اللايك وتساعدوني ان انتوا تشجعوني دايما باللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.